السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني وبتوحشوني أحلى ناس في الدنيا. النهارده جولة جديدة كده مع نشتي الصالة والريسبشن، لأن احنا كنا لمين الحاجة غسلانة. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على سيدنا محمد، لأن بيقول لك من صلى على الحبيب قلبه يزيد نور من نور الله. فطبعا اللي بيحبنا ينزل يلعب زينا، واللي ما يعرفش يقف يتفرج على الأسطورة ويقول لها يا عمنا. طبعا هناء كانت في وسط البلد ماشي. اشتريت الصابون العسل دوت، انا قبل ما البس حاجه قلت اوريها لكم ماشي. واشتريت الصابون العسل ده تاني، واشتريت ايه يا بنتي يا اسطوره اليوتيوب؟ اشتريت الشنطه دي خفيفه شويه. انا بحب الحاجات اللي هي ايه صراحه، ما بحبش الحاجات الكبيره. انا عن نفسي بحب الحاجات الكاجوال اللي زي دي كده. شايفين العسل؟ والعسل هتلاقوه مميز عند هناء، واحده هي رقم واحد على الساحه. وبيقول لك اللي يعرف يلعب زينا ينزل ويبقى عامل. هناء هي نمبر 1. بمناسبه هناء نمبر 1، هناء قالت ايه؟ تعمل اللوك جديد. هتلبس فرده من دي، بجد انا ما بفضلش افلامها. وهنلبس فرده من دي، وهنشوف هما هيبقوا شكلهم ايه مع احلى اسطوره مصريه عربيه. بس قبل اي حاجه هنصلي على ايه؟ على سيدنا محمد، لان بيقول لك بنصلي على سيدنا محمد. ما تاخدوش بالكم بقى من الشقه عشان هي الشقه عامله زغليه. بص، المهم ان احنا هنشوف هنعمل ايه النهارده. شايفين؟ نرجع ورا سنه. ادي الفرده ماشي. هنعمل الموضه دي كانت طالعه زمان في اوروبا، فرنسا، باري، حاجات دي. تقولوا لي هناء هو انت هترجعي الموضه؟ اقول لكم انا عايزه ابقى مختلفه غير الناس. وزي ما احنا شايفين كده لبسنا الصاروخ بتاعنا العسل بالاختلاف، فرده وفرده. ونشوف الاسطوره هناء النهارده ناويه تشتغل هتعمل ايه. بس بيقول لك كلمه واحده، اللي يعرف ينزل يلعب زينا يبقى عمنا. شايفين بقى الشكل والستايل؟ هنعمل فرده والله العظيم حلوه. تصدقوا انا همشي في الشارع بجد والله العظيم فرده وفرده، يبقى شكله في منتهى الشياكه اللي انتم شايفينها. شايفين حاجه كده اوريجينال، نلعب بفرده وفرده حلوه صح؟ المهم بقى يلا عشان نشجع الاسطوره هناء، نحط لايك وسبسكرايب بسرعه ونقول لها 5 ومع عليكي يا احلى ملكه، والله اكبر عليكي. واللي يعرف يعمل زينا ينزل ويبقى عمنا، واللي ما يعرفش يقف يتفرج على ملكه الروتين ويقول لها يا عمنا. وانتظروا الاسطوره هنا. فيلا بقى نقول للاسطوره ايه؟ 5 وخميس عليكي يا احلى ملكه. اقول لكم بقى انا ايه؟ ما تحرمش من عينيكم الحلوه. شكرا كتير ليكم، شكرا لكل الناس اللي حبتني. طبعا ده السلك بتاع الراوتر اوكي. فانا هنفض الكاميرا كده معايا، نقول لهناء ايه؟ الله اكبر عليكي يا احلى برنسيس. اقول لكم ايه بقى؟ ما تحرمش من عينيكم الحلوه. ايه؟ يعرف يلعب زينا يبقى عمنا. تقولي انت لابسه الشنطه دي هناء؟ اقول لكم لا والله ده انا كنت بقيسها ليكم بس خلاص. هي دي الشنطه اللي انا بقول لكم بحب الحاجات الكاجوال البسيطه الخفيفه. طبعا كنت محتاجه الصبغات، فكان لازم ايه؟ لبسنا فرده وفرده. بس زي ما انتم شايفين بالله العظيم عليكم هتضحكوا على الصابون. فرده وفرده، فرده حمراء وفرده سمراء. احنا قلنا نعمل اللوك كده تغيير جديد. وبعدين يا هناء، وبعدين نقول للاسطوره بسم الله ما شاء الله عليكي يا احلى ملكه. اقول لكم بقى ايه؟ يا رب ما تحرم من عينيكم الحلوه. طبعا الانتريه من غير الكسوه ملوش اي لازمه. بنصح كل ست بيت حلوه وعسل بلاش تقلعها الكسوه دي خالص، لان اللي شال الكسوه اكنه شال هدومه. اي والله الكسوه بتخلي الانتريه شكله اوريجينال. طبعا هناء من ساعه ما لمت الكسوه وهي مش حلوه. زي ما انتم شايفين كده احنا بنحاول ايه؟ ندي نفاضه كده عشان ما نطولش عليكم الفيديو. والناس بقى تصلي على النبي كده. عارفين ليه؟ لان بيقول لك بنصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
وصلى الله عليه وسلم. صلى على النبي. طول ما احنا بنصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، اللي بيفكر في اي حاجه يقوم ربنا منور له طريقه، ولا ايه بقى؟ فبشكر كل الناس اللي حبتني من قلبها، بجد لكم احترام وتقدير وحب. شكرا لجمهوري، شكرا للمتابعين. وبشكر كل الناس اللي عملت متابعة في يوميات الأسطورة هناء، داخلين على 100,000 و18 100,000 وموع عليكي يا أحلى ملكة. خش بقى نشتغل هنا كده. ما عملناش الا الجزامة بس فيديو، فاهميني؟ طبعا ده ايه هناك نقول دلوقتي ده صابوه عادي اللي انتوا فاكرينه سهل قوي، بس انا لابسه بقى الصابوه بتاع الخروج. الصابوه ده عادي، انا اخترت اجيبه عشان كل الحاجات اللي عندي عاليه، وانا ما مش عايزه امشي بحاجه عاليه الا بكون رايحه خروجه، رايحه مكان. لكن ده كده بالنسبه لي ده كده واطي، فاهمين؟ يعني مريح، مش عالي قوي، في نفس الوقت شكله شيك على رجلي. فبجد حلوه الموضه الستايل ده. هتقولوا لي هناء انت هتمشي في الشارع كده؟ اقول لكم انا همشي في الشارع كده. انا همشي على الموضه بتاعت الاسطوره هناء، انتوا كمان امشوا على الموضه بتاعت هناء نمبر 1. هناء هي رقم 1 على الساحه. خمسة وخميسة عليكي يا احلى ملكه مصريه، والله اكبر. وبلاش تجلدونا. هاتي طيب. الصاله من غير فرشه مش حلوه خالص. طبعا الصراحه انا مش حباها. طبعا هراكب الستاير حمراء واليوم كله احمريات، واحمرياتك يا هناء. خمسة وخميسة عليكي يا احلى اسطوره. طبعا انا بقول لكم واشترينا كمان، بصوا، واشترينا كمان لينج لايت. النوع ده نضيف جدا، هو اللي شغال ده حاليا كبير زي ما انتم شايفين كده. كان بتاعنا اتحرق وخرجنا لازم نشتري واحد بسرعه. خلينا الكرتونه دي كده عشان نروق ونكنس الدنيا. طبعا احنا بندي التنفيضه، لكن ساعه ما اجي تعملي هنا ساعه ما اجي اكنس اكيد احاول اطفي الكاميرا واختصر وقت. طبعا لو انا سبته كده من غير فرشه مش هيبقى حلو، صح؟ وهيتوسخ وهيبوظ. هنقول للامبراطوره خمسة وخميسة عليكي يا احلى امبراطوره. يلا بقى انتوا كمان قوموا تشجعوا مع الست المصريه بنت البلد. نقول لها خمسة وخميسة عليكي احلى ملكه. طبعا ابتدينا نشتي والدنيا حلوه معانا، لان خلاص بقى الجو برد. كل سنه كل جمهوري العظيم طيب. طبعا بحاول اطلع الزباله كده، حاجه مدلوقه على الكرسي، اي حاجه اهي. وبعدين يا بنتي يا هناء، وبعدين يا هناء صلي على النبي كده. نقول للملكه ديت البنت اللي كانت جايبه لها 2 باتيه تاكل فيهم زي ما انتم شايفينهم كده. نرجع بقى الصابون العسل ونخليهم فرده فرده، مره نضرب الشمال ومره نضرب اليمين. حاجه صح، هي دي الموضه بجد والله. يعني مره البس الاحمر والاسود وهكذا، ومره نلبس الاحمر مع الاحمر والاسود مع الاسود. ونقول لها نقي بقى جمله واحده بس. طبعا اللي عملناه بس هو الجزامه. الله اكبر عليكي يا ملكه، 5 موع عليكي. طبعا اقول لكم هنمشي من هناكم العسل. فده جبته للبت فروحه، العسل ده النطره بعد كده هتنطر. وده جبته للبت القرده الصغنونه، هي اسمها اسمها جودي. دي بقى الصبغات بتاع احلى اسطوره مصريه عربيه. نكمل بقى الجوله ونحط الاحمر جنب الاسود والاسود جنب الاحمر والدنيا تبقى حلوه. وده طبعا جبته للملكه
يعني هما يلبسوا صابون في البيت يدفيهم والامبراطوره لا يرضيكم؟ لا. العسل ده كده هنعمل له الرباط ونلبسه على الرجلين الحلوه كده ونشتغل بيه. وبسم الله ما شاء الله عليكم يا هناء نلبسه على بيجامه. فاهمين؟ اوعوا بقى تقولوا لي الفيديو النهارده ممل. الفيديو النهارده عسل مع نمبر 1 هي هناء رقم 1. وطبعا هندخل الكوبايه اللي عملنا لها فيها شويه العصير. وده طبعا الجرابات والتاب والحاجات دي اللي هما احنا مخلين ده زي القشطه. والقشطه بقى مين هي؟ يا ترى فكروا بقى لوحديكم. القشطه البت الامبراطوره. ها هنلف بقى الحاجه والشنطه. ودي ايه هناء؟ دي جوافه الامبراطوره شاريها طبعا فضلة خيركم تستاهل بقكم. ودي كوتيليه اللاتيه لسه ما فطرتش وجايبه نسكافيه. هرجع الجبنه في عشتها. يلا بقى اللي بيحب احلى امبراطوره هينزل لها بسم الله الله اكبر عليك يا اسطوره. هقول لكم يا رب ما تحرم من عينيكم العسل. والعسل هتلاقوه دايما ايه؟ مميز. طبعا وطينا ليه يا اسطوره؟ عشان زي ما انتم شايفين ده بتاع ايه؟ كيس مخده. وده بنطلون البنت القرده اللي اسمها اودي. فلازم بقى نلم الحاجه كده وندي الفليزر ده مسحه كده ونودي شنطتنا في عشتنا. طبعا انا مصدقت جبتها عديت فيها بقى فضلة خيركم حاجتي بطاقاتي في ذاتي في كل حاجه يعني. فكنت مبسوطه والله العظيم بالشنطه. انا ما بحبش الشنط الكبيره بحب الشنط الصغيره الجنب كده. هرجعها مكانها. وده الفليزر هنديله تلمعه كده حلوه. اوكي عشان النهارده الكتاكيت عايزين يتغدوا ايه؟ شاورما. ماشي. يلا بقى نحط لايك لاحلى امبراطوره ونجيب حاجه مبلوله عشان نقدر ايه؟ نمسح بيها. وهنعلق الستاير الحمراء والدنيا كلها حمراء في احمر طبعا باستقبال الشتاء. كل سنه وانتم طيبين احلى ناس. طبعا كده جبنا حاجه ايه؟ مبلوله فيها شويه خل. فاهميني؟ خدوا بالكم الخل هو اللي هينضف ايه؟ الفريزر ده خالص وهينضف الجوان والحاجات دي كلها. اهي طبعا انا مشغلاه عشان الحاجه اللي فيها ايه؟ ما تبصش. بس انا بحاول انضف الصفار. الخل هو اللي هينضف لي الدنيا دي كلها. هزعل بقى منكم لو ما حطيتوش لايك لاحلى اسطوره واكيد هتنتظروا الجزء التاني. انا حاليا دلوقتي هكنس. ماشي. هكنس واظبط الدنيا دي كلها عشان ايه؟ الدنيا تبقى زي بصوا طالع من الجوان. بس انا بس بوريكم حاجه. شايفين؟ هو ده اللي طلع. شايفين؟ ده لازم الحروف بتاعته تنضف. اوكي نخلي الفريزر زي القشطه بقى. كل سنه وانتم طيبين. الشتاء داخل علينا. الخضار هيبقى حلو. والناس بقى اللي عايزه تخزن تعيش حياتها. انا عن نفسي ما بحبش اخزن خضار. هي اسطوره انا بحب الحاجه طازه فريش. مش كل الناس زي بعضها. بالعكس الحاجه اللي بتتخزن طعمها بيروح وفايدتها بتروح في التلج. بجد والله انا واحده من الناس ما بستطعمش باي حاجه متخزنه. كل واحد حر بقى. فانت عندك تخزني عندك تجيبي فريش انت حره. وبنصح كل ست بيت بجد نصيحه يعني مني بلاش تخزني حاجه انت ما بتستفاديش. بتلاقي طعم الطماطم البندوره اتغير. بتلاقي مثلا طعم الخضار اي حاجه بتخزنيها. انا عن نفسي بحب اجيب حاجتي طازه. شايفين؟ عندنا له لمعه. طبعا النوع ده كريازي 220 لتر. انا محافظه عليه. محافظه على حاجتي. عارفين البتاع ده بقى له قد ايه؟ من 2011 من مواليد بنتي 2011. عدوا بقى له كام سنه. الحمد لله برضا ربنا عليا. الله اكبر يعني. خمسه وخميسه. شايفين؟ عشان ما نيجي نفرشه تبقى حاجه زي ايه؟ زي القشطه. يلا بقى نصلي على النبي كده
نقول الله اكبر عليكي يا احلى برنسيسه، واستقبال الشتاء كل سنه وكل جمهوري اللي دعمني طيب بصحه وبخير. ادينا نضفناه خليناه زي القشطه. انا ما بتحبش الدنيا تشتي اكون سايبه الدنيا كده، لا انا ما بحبش الاسلوب ده. ها يلا بقى اللي بيحب حناء ينزل يحط لايك لاحلى اسطوره ويقول لها ايه بقى، 5 وخميسة عليكي يا احلى ملكه. هو انا اقول لكم ايه بقى، يا رب يا رب ما تحرم من عينيكم الحلوه صح والغلط. قولوا لي بقى ايه، الله اكبر عليكي يا احلى ملكه. ونصلي على سيدنا محمد، لان يقول لك من صلى على الحبيب قلبه يزيد نور نور الله. وده كان الجزء الاول كده. طبعا احنا هنشيل الانتريه على فكره عشان نقدر نكنس. وطبعا الجزء الثاني هنبدا بالفرش عشان ما نطولش عليكم الفيديوهات. يلا بقى حطوا لايك وسبسكرايب وانتظروني احلى ناس في الدنيا.